هي مدينة تختصر الجمال وتشير إليه بقوة، قلب الدلتا النابض بالفن والحياة، عروس النيل التي تعانق في هدوء ووقار. إنها مدينة المنصورة التي تتوسط قلب محافظة الدقهلية وتعلن نفسها عاصمة لها. الناس هنا حلوين، هنا حلوين، ألوانهم الجميلة ما فيهاش لون الجراح. الناس تقع المنصورة في شرق الدلتا وشمال مصر، وتطل على الضفة الشرقية لفرع دمياط بنهر النيل. أنشأ مدينة المنصورة الملك الكامل محمد ابن الملك العادل من ملوك الدولة الأيوبية منذ بدايتها عام 616 ميلادية، وكان يطلق عليها اسم جزيرة الورد، حيث كانت محاطة بالمياه من 3 جهات، وكان بها أكبر حدائق الورد في مصر. ثم سميت بالمنصورة بعد النصر في معركة المنصورة الشهيرة، ذلك النصر الذي حققه الشعب المصري على الحملة الفرنسية بقيادة لويس التاسع. وتعد دار ابن لقمان من أبرز المعالم الأثرية للمدينة، فهي الدار التي تم فيها سجن لويس التاسع عقب هزيمته في هذه المعركة عام 1250 ميلادية. في هذه المدينة الساحرة جامعة هي واحدة من أقدم الجامعات المصرية، والتي أنشئت في البداية كفرع لجامعة القاهرة، ثم أصبحت جامعة مستقلة تحمل اسم جامعة المنصورة. وقد حصلت الجامعة على المركز الثالث في جودة التعليم على مستوى جامعات مصر بعد الجامعة الأمريكية وجامعة القاهرة عام 2011 ميلادية، كما حصلت على المركز التاسع على مستوى جامعات قارة أفريقيا. يطلق البعض على مدينة المنصورة العاصمة الطبية لمصر. يرجع هذا لوجود العديد من المراكز الطبية المتخصصة بها، والتي يعمل بها ويقوم على إدارتها نخبة من الأطباء المتميزين. ويمكن القول أن مركز الدكتور محمد غنيم للمسالك البولية وأمراض الكلى الذي أنشأه العالم الدكتور محمد غنيم في مدينة المنصورة، والذي يعد المركز الرائد والأكبر من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا في زراعة الكلى وعلاج الأمراض التناسلية، هو النواة الأولى لدعم وتطور التقدم الطبي لمدينة المنصورة.